يسترجعها حسام عبد الله السعيد. ممتازه الكره لجونيور جاي التصويب والكره جول 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 جول. فانا النيجيري فانا النيجيري النادي الاهلي مشاهدينا الكرام يفتتح التسجيل في برج العرب باقدام من ذهب. نار 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 زلزال في مدرجات برج العرب. هذه هي الكرة جونيور أجاي في التصويب والمتابعة من مؤمن زكريا اللي يكسب المعركة ويضع الكرة في شباك زهير العروبي. الأهلي المتحدي نار 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 يا حبيبي نار. النادي الأهلي في هذا المشوار بداية كهربائية للكرة الأهلوية باللمسة النيجيرية لجونيور أجاي واليسارية لمؤمن زكريا. والأهلي الآن في صدارة المجموعة الرابعة عن جدارة. بركان هيجان جماهيري في مدرجات برج العرب. الأهلي يبدأ الآن سيناريو المباراة بكل قوة في أجمل الأوقات. علي معلول رايعة من علولو. علولو يتقدم علولو يوزع علولو جول. الهدف الثاني الهدف الثاني للنادي الاهلي. جونيور أجاي جونيور أجاي. الهدف من صناعة تونسية لعلي معلول صعب الحلول لما يهرب على اليسار وسط رياض ستار. علولو بتوزيعة أكثر من رائعة وجونيور أجاي يضع الكرة في الشباك المغربية. والثنائية الأهلوية مثالية مطمئنة وقوية. علي معلول صعب الحلول. جونيور أجاي يسكن الشباك المغربية. وهذه هي الفرحة الأهلوية في برج العرب. فرحة الإطار الفني المصري بقيادة حسام البدري. هل باحت المباراة بكامل الأسرار؟ هل انتهى المشوار بالنسبة لفريق الوداد اللي كان بإمكانه أن يقدم أفضل لأن إمكانياته تسمح له بذلك؟